قصتنا النهاردة حقيقية وأي عتبة فيها أو غلط هيكون على الراوي زي ما سمعتها بقولها بالظبط كده. أنا اسمي بدرية، جوزي اسمه خميس أكبر مني ب15 سنه. لما اتجوزته وكان بيشتغل في الإدارة التعليمية أمورها المديهي كانت كويسة جدا، وعلشان كده شفت إن هو إنسان مناسب جدا ليا، ومن هنا وافقت عليه. يمكن أنا كنت أقل منه في كل حاجة، يعني أهل ناس عاديين، هو أخويا. بس اللي كان بيملك ساعتها ميكروباص شرك، وحاليا الميكروباص بتاع أخويا بقى بتاعه لوحده هو كمان، بيشغل عليه ناس. وأنا حاليا عندي 35 سنة، وجوزي أكبر مني ب15 سنة، يعني عنده 50 سنة. وحاليا هو ماسك المخازن بتاعه الأدارة التعليمية، أكيد مسؤول عنها. وكده هالمهم كنت دايما لما بروح مشوار بتبادل فيها المواصلات، وده اللي خلى جوزي يقترح عليا أن يخلي أخويا هو اللي يوديني ويجيبني فيك الحت وكله بحسابه، وده هيكون أمن وأضمن ليا علشان خاطر ما تبهدل في المواصلات أنا والولاد، خصوصا يعني إن في مدارس ودروس وكده. وابتديت أي مشوار رايحة بتصل بأخويا علشان يجي يوديني أو يجيبني أنا أو ولادي كمان، وكله بحسابه. وهو أول من الغريب، وساعتها جوزي قال لي أنا كده ببقى مطمن عليكي لأن الواحد بيسمع براوي كبير قوي. اليومين دول فعلا كل مشوار كنت بروح كنت بتصل على أخويا، أوقات بيبقى هو اللي سايق، وأوقات ثاني كتير بيبقى أي حد من اللي شغالين عنده هو اللي سايق بينا. كان بيوصي أي حد بيشتغل معاه إن هو يوديني ويجيبني في كلحته، ولو مثلا هستنى في حته يستناني. وقد كان مرة على مرة كانت الناس اللي عندها بتتبدل وبتتغير لحد ما جه شاب اسمه هنيفي. الفترة ديت كنت أنا في سني زي ما أنا كده، يعني كان عندي تقريبا 4 سنة وحاجة شبه كودا. المهم هاني ده كان شاب وسيم قوي، كان عنده 27 سنة، كان شكله حلو، جسمه حلو. حاسها كده إن لما بشوفه إن قلبي بيتخطف مقرفش ليه من أول مرة شفته فيها، وأنا حسيت باختلاف وبتغيير كده مش عارفه. ومرة على مرة بقيت أحب قوي إن أنا أركب معاه. هو لما كنت أتصل ولاي أخويا هو اللي ساي، وكنت بزعل قوي وكنت بتضايق جدا وقتها. كنت حابه كل المشاوير تكون مع هاني، ده شاب حلو قوي وجذاب بالنسبة لي بطريقة غريبة. جوزي طبعا زي ما هو حياتنا كان تمشيه روتيني جدا. بس الحقيقة إن جوزي تقريبا لما جه كمل ال45 سنة ما بقتش صحته زي الأول، والصراحة إن الموضوع ده كان مضايقني جدا، لكني كنت عايشه ومستسلمه لكل حاجة. لكن لما عرفت هاني وابتدى يكون في نظرات بيني وبينه، كنت حاسه إن أنا بيبقى عندي رغبة شديدة للعلاقة بيني وبين جوزي، يعني بقى الموضوع بيلح عليا غير الأول. حسيت ساعتها إن أنا بحبه ولا إني بحبها. ابتديت أفكر في العلاقة اللي بتبقى بين الواحد والست، وما كانش فيه قدامي غير جوزي. بدأت إن أنا أتبادل النظرات مع هاني. في نفس الوقت كنت على طول بتعارك مع جوزي على أي حاجة وعلى أتفه الأسباب، لأني من جوايا كنت مخنوقة من الضيقة، وما فكرتش أن أنا أطلب منه حاجة، لأن أنا عارفه طبعه كويس قوي كل فين وفين أما يفكر فيا أو يقعد معايا قعدوا رومانسية. وساعتها ما كنتش عارفه اعمل ايه، لقيت نفسي يغصب عني بتشد لهاني ده بطريقه غريبه. وزي القصص الكتير اللي بيحصل فيها ابتديت ان انا ابص له، اخد رقم تليفونه، وكنت بحاول ان انا اخليه ياخد باله ان انا معجبه بيها. وفعلا هو ما طولش كتير واخد باله فعلا، وابتدى يكون في بينا كلام كتير بأمره على السني. بقى يحكي لي عن كل حاجة عنه، وانا كمان بقيت احكي له عن كل تفصيلها في حياتي. مشاويري وخروجاتي زادت جدا، باخد من جوزي وادي لاخويا ولا لهاني فلوس المواصلات، وكل يوم والتاني اخترع مشوار غير اللي قبله كل ده علشان ابقى قريبه من هاني على قد ما اقدر. في الفترة دي حسيت بشعور غريب ما كنتش فاهماه، بس ساعتها لجأت لجوزي وحاولت اتكلم معاه أكتر من مرة أن أنا عايزاه يهتم بيا ويقرب مني أكتر من نكدة، لكن هو كان بيكبر دماغه. وزي ما هو ماشي بنفس الوتيرة ونفس الأسلوب معايا، مفيش أي حاجة اتغيرت. والصراحة أنا ما كنتش بطلب منه الحاجات دي علشان هو وحشني، لا، كل ده كان جاي من إحساسي بهاني نفسه، مش بجوزي ولا حاجة. بعد كده لما خروجاتي زادت جدا مع هاني ابتدت علاقتنا تتطور، وابتديت أقول له بشكل مباشر إن أنا معجبه بيه جدا، وإني بتمنى كل منى إن أنا أقضي يوم معاه. قلت له الكلام ده وهو اتفاجئ جدا من صراحتي، حتى قال لي وقتها أنت جريئة وجرأه ما شفتهاش قبل كده. قلت له هاصل، أنا بصراحة الراجل والست بالنسبة اللي بيمثلوا إيه غير العلاء والحب، إيه غير علاءه. وفهمت وجهه ونظري في النقط دي. قلت له مش مستاهله بقى إن أنا أقعد أحور عليك وأعمل نفسي أي حاجة غير الحقيقي. أنا نفسي فعلا أقضيهم معاك، بس ما كانش لاقي هو رد على سؤالي، لأن هو ما عندهوش أي مكان يبات فيه رغم جماله ووسامته، ورغم إن هو بيشتغللا إن هو ما
بيبات غير في الميكروباص. طب هنروح فين ونيجي منين؟ ما كنتش لاقيه إمكان نروحه. وطبعا فكره إن أنا أخده شقتي دي صعبه ومستحيله. يعني أنا عندي قد، ومش هينفع إن أنا أجيبه البيت حتى لو جوزي مش موجود، فولادي موجودين هدخله البيت إزاي وعلى أي أساس؟ وساعتها لقيتني بقول له ما ينفعش في الميكروباص. بص لي بص غريبه أو يقال لي أنت للدرجة دي؟ يعني قلت له أنا بتكلم معاك عادي. قال لي لا ما ينفعش، طبعا الميكروباص بيبات في حته معينه، وطبعا الميكروباص ده اصلا خاص باخوك. يعني انت كدوب بتبوظ الدنيا خالص بصراحه. كنت هتجنن، كنت هموت واعمل كده معاه. كنت عايزه يتصرف باي شكل من الاشكال، وقلت له سيبني انا افكر وانا هلاقي حل. وكل يوم كنت بكلمها كلامنا اطور بطريقه مخيفه وغريبه. وبقى كل كلامي معاه عباره عن كلام في العلاقه الحميميه وفقط لا غير. كل كلامنا مع بعض كان في النقطة دي بالتحديد. كان نفسي قويان أنا أحس إن أنا ست من أول وجديد، وأرجع شباب اللي أدفن مع جوزي من سنين طويلة ومن ساعه ما اتجوزت أصلا، وهو عمري ما فرحني وعمره ما كان معايا زي ما أنا عايزها دلوقتي. هاني بقى أنا بحبه وحبه قوي. أنا أجرب العلاقة دي معاه ما فكرتش في إيه حاجة غير إن أنا أنفذ رغبتي دي حتى لو هتكلفني إيه. وقعدت أفكر كتير قوي لحد ما لقيت حل، وطريقه واحده بس مفيش غيرها. والطريقه دي وصلت لها بعد تفكير كبير، وراحت لهاني اليوم ده وعرضت عليه الطريق وقلت له أنا لقيت فكره جهنمي هتخليك تدخل وتطلع عندي البيت بمنتهى البساطة. بس استنى لي ما أكلم جوزي. ولما سألني إيه هي الفكر هدي، قلت له هقول له إن أنت وحده صاحبتي وحده صاحبتي، وجوزها تراد في الشارع، ويا عيني هتروح فين ما عندهاش مكان. وانا جوزي طيب قوي 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 وظروفه الماديه حلو جدا مش هيستخدم كويس. ساعتها الصراحه هانت خض فيا الاول، ولقيته بيقول لي لا يا شيخو الموضوع ده كده هيكبر مننا وحيوسع، وبعدين انت عندك. ولن قلت له كل حاجه وليها حل. انت ستمنى ابو ومش هتحبي حد يكلمك حتى ولادي وبلبسلني اب قدامهم عادي جدا، وهنقول ان انت بتتحرج ومتعود على مفيش مشكله. قال لي لا انا مش شايف ان الحل ده هينفع. ساعتها قعدت اتكلم معاه وقلت له انت مش عايز تقعد معايا، مش عايز نبقى منفرد مع بعض، مش عايز يحصل بيني وبينك اللي احنا بنتمناه. قال لنفسي بصراحه وقلت له طيب يبقى ده الحل الوحيد اللي قدامنا، ولو انت رفضت معنى هجده ان انت مش بتحبني. والحقيقة ان هو اتجاوب معايا رغم ان هو كان قلقان ومتوتر عكس تماما. اللي ما كانش فريق لأي حاجة، هو كان الشيطان عميني عن كل شيء وعايزه بس اوصل للي انا عايزاه، اقضي يوم معاه لا يلهوحس فيها بالمتعة والفرح والسعادة اللي انا محروم منها. وتفكيري ده كان يعني عينيا عن تفاصيل كتير وحاجات كتير ممكن تحصل، وحاجة صعب جدا إن هي تتنفذ. بس أنا عملتها فعلا، ورحت اتكلمت اليوم ده مع خميس بالليل. قعدت اتكلم معاه، ورغم إن هو لو المرة يطلب مني العلاقة اللي أنا قلت له أنا عايزاك في مشكله ومفيش حد هيحلها غيرك يا خميس. قال لي خير في إيه؟ قلت لها واحد وصاحبتي من أيام الدراسة ومن زمان منقبه ومحترمه جدا جدا جدا، وبنت ناسيها عيني بس اتجوزت وملهاش لاب ولا أبوها وامها ماتوا. قال لي ومالها؟ قلت له جوزها عامل معاها شاكل كبيره جدا وملهاش أي حد هتاوي فيها ولا تقعد فيها وكرشها، ودلوقتي هي هتبات في الشارع. ودي محترمه قوي، عارف له إنسان ومش كويس وما كنتش قلتلك ابدع ليها. قال لي لا حول ولا قوة إلا بالله. طب وانت عايزاني اعمل ايه؟ شوفي ايه اللي ينفع نعمله مع الست ديت ونعمله علشان خاطر ربنا. قلت له بسيطه جدا، هخليها تيجي تقعد عندنا هنا في اوضه الضيوف، هجهز لها الاوضه ديت وتقعد فيها. بس خلي بالك ان هي بتتحرج قوي ومنجبه من سنين السنين، يعني ما بتقالش النقاب خالص. فانا مش عايزاك يعني تضايقها في اي حاجه في البيت، وتقعد معانا لحد بس ما تشوف هي هتعمل ايه. خميس ساعتها رحب جدا وقال ليه تقعد معانا زي ما تقعد إن شاء الله سنه ولا 2 يا ستي. الأكل والشرب موجودين والحمد لله، ومفيش أي حاجة وهتمنعنا إحنا نساعدها. تقعد معانا زي ما تقعد عندك الشقة قدامك كلها. ويا ست ما تقعدش في يوض الضيوف ولا تجهزي لها كنبة ولا غير هانت، خليها تنام في أوضتي وأنا هنامي مع عيالي عادي خالص. ما أنا ياما نمت فيه أو قلت له بتتكلم بجد. قال لي والله عادي، المهم إن إحنا نقف معاها ونساعده، وبعدين ده خير والواحد بيعمل الخير لله. ساعتها ما همنيش أي حاجة من اللي هو قالها، ولا صعب عليا إن هو قد كده. طيب وأنا بعمل فيه كده اللي كان همني ساعتها إن أنا خلاص فضلتك وأعمل اللي أنا عايزاه، وأقدر أحصل على السعادة اللي أنا شايفه اللي فيها بأمتعتي كلها. ورحت ساعتها جري وقلت لهاني حرف إن خميس وافق بمنتهى البساطة، وإن أنا فهمته إن أنت ست منقبه، وإن أنت ما بتحبش تتكلم مع رجاله،
وإن أنت محترم قوي، حتى قدام ولادي هتعمل نفس الحكاية، ومحدش يعني يركز. بس أهم حاجه طول ما هما في البيت تبانت في القوضي، ووافق فعلا على كلامي وجه زكل حاجة، وقلت له أنا عايزاك تتمرن شوية كده على المشي الحريمي، الحركات الحريمحتة. لو مش هتقعد معاهم بس يعني جرب حتى صوتك ممكن تنعمه شوية، ويا ريت لو لبس واسعة بقى عشان ما مبينش تفاصيل جسمك اللي كلها ذكورة، دي عنده عضلات وجسمه ايه هيبان قوي. المهم ظبطنا كل حاجة، وفعلا هاني عمل كل اللي أنا قلت له عليه بالتفصيل، وجه فعله وهو بيمشي زي الستات، حتى كان طريقته فيا الكلام وهو بيكلمني في الموبايل زي الست بالظبط، لأنه طبعا كان راكب وقتها وهو جايلي. وبعد كده دخل شقتي أول مرة كنت فرحانه قوي إن أنا قدرت أعمل اللي أنا عايزاه. وأول يوم ده كنت عايزاه يبقى يوم مميز، يبقى يوم كده يعني في احتفال، وعلشان كده فضيت نفسي تماما اليوم ده. وبعد ما تعرف طبعا على جوزي باعتبار ان هو صاحبة يلا انتي من اللي من ايام الدراسة، قلت له احنا هنقعد بقى في الاوضه علشان عايزه اتكلم معاه شويه واشوف مالها. كان اصلا ساعتها جوزي تعبان وقال لي ان هو هيدخل ينام وهينام جيب الولاد، وقال لي اهم حاجه لو صاحبتك بتتحرج حطي لها لقمه تاكلها وانا اصلا داخل انام وحاسبكم براحتكم. وراح جوزي علشان ينام، واحنا على فكره شئتي كبير يعني الطرق والاوضه اللي احنا بنقعد فيها دي بعيده جدا عن اوضه الولاد، ودخلت الاوضه دي وكنت جايبه بدله راس، وقلت انا النهارده تعتبر يوم دخلتي وفرحي وعملت ليله ولا الفليله انا وهو. وفعلا وقتها كنت مبسوط وفرحانه، ما كانش هممني. ابدا جوزي اللي قاعد بره ده كنت واخده الموضوع ببساطه غريبه، يعني انا ما كنتش فاهمه ايه كمي هالبساطه، والهدوء اللي كان عندي ده كان بعمل حاجه طبيعيه وما فيهاش اي مشكله. لواحد عرفها كان قلبي جامد بطريقه تخوف. الكلام ده كان بيقولوا لي هاني على فكره حتى في عز انبساطنا وفرحتنا، كان بيقول ليه انت قلبك جامد بطريقه تخوف، مش عارف ازاي خليتيني اجيلك لحد هنا. قلت له اهم حاجه هنبسط ولا لا؟ قال لي طبعا مبسوط. قلت له بس ما تفكرش في اي حاجه خالص. وقضينا اليوم ده يوم ولا ألف ليلة وليلة، وجي الصبح صحيت عادي جدا، وقمت زبطت لجوزي زي ما بظبط لهاك لحاجته علشان يروح شغله وأولادي وديتهم مدرستهم، ورجعت تاني واترميت في حضن عيني طول اليوم لحد ما الولاد ما يجوا. وطبعا هاني كان بينزل ويروح شغله برده بلبس النقاب ويرجع ثاني علشان خاطر أخويا ما يشكش في أي حاجة، بس أنا مشاويري بقى ما بقتش موجوده. حتى جوزي أخد باله وقال لي ينت ما بقتيش بتروحي في حته، يعني قلت لها علشان خاطر صاحبتي، وبعدين هي بتساليني وبتقعد معايا، ولو في حاجه عايزه اروح اعملها هبقى اروح. وعلشان كده خرجت كام المراهقه ده، يعني من نوع التمويل اللي انا ما حسسهوش بحاجه وبرده. كنت ساعتها بقابل هاني في الميكروباص بتاعه، وكنت حاسه ان انا ملكة الدنيا كلها بعمل كل اللي أنا عايزاه، مفيش أي حد حاسس بأي حاجة وأمري مش مكشوف. وده كان مديني إحساس بالقوة وما كانش شاغلني أي حاجة في الدنيا، ونسيت إن ربنا موجود وشاهد على كل اللي إحنا فيه. ده هلمهم عدا أسبوع والتاني والتالت، وكل يوم هاني بيبات في حضني حتى لو راح شغل ولا راح أي مشوار بيرجع تاني وهو لابس النقب. وجوزي طبعا زي ما قلت لكم كان مسؤول مخزن، يعني بيبقى عنده شغل كتير وفي غفره وفي حاجات كتير بتحصل في المكان ده، وهو كان مهتم قوي بشغله، يعني كان بيعتبره البيت أكتر من جوه البيت. وده اللي كان مسهل لنا الدنيا جدا، علشان خاطر كده ما كانوش بيتقابلوا كتير، والموضوع كان معدي كويس قوي لحد ما عدى 3 أسابيع تقريبا. وجاي إيه الشهر بقى اللي هو الأسبوع الرابع، ولو المرة جوزي يطلب مني إن أنا أقعد معاه خميس. اليوم ده ندى عليا وقال لي هو أنا ما وحشتكيش ولا إيه؟ قلت له ليها بتقول كده؟ قال لي أصل من ساعة صاحبتك ما جت وانت نسياني خالص. حاجة غريبة يعني دهنت، كنت على طول بتلحق عليا وانا اللي كنت ببقى تعبان ومش قادر. على العموم يا ستي لو مستكبر تقولي لدي، فانت وحشتيني ونفسي قويان انا اقضي النهارده معاكي، فحاولي بقى تخلعي من صاحبتك دي وانا هنيم العيال وانت قابل في قطة الضيوف. قلت له ماشي حاضر لما اشوف. قال لي يعني ايه لما تشوفي انت وحشت بقالنا شهر ما بنقعد سوا مع بعض، وأظن أندي حاجه يعني مش هتحمل مشكله معاكي في إشي منين، ما هي صاحبتك تنامي يستي وتخلصي. قعدتك معاها ابقت عليلي، وفي الوقت ده كان لازم طبعا إن أنا أسمع كلامه، والوان أنا ما كنتش طايقه إن حد تاني يلمسني غير هاني، وكنت مبسوطه جدا معاه وما كنتش محتاجه للقعدة دي. بس قلت لازم أسكت علشان ما يشكش في حاجه، وساعتها قلت له حاضر. ورحت فعلا وحاولت ان انا اتهرب من هاني اللي كان حاسس واخد باله ومستغربك ده، خصوصا لما لقاني مش بتكلم معاه ولا بهزر ولا بقول له يستناني زي ما بقول له كل ليله.
ولقيته بيقول لي هو أنتِ مالكة النهاردة متغيّرة كده ليه؟ قُلت له لأ ما فيش حاجة. قال لي يعني مش هتيجي لي بالليل؟ قُلت له إن شاء الله هاجي طبعًا. قال لي إن شاء الله هاجي كلامك غريب أوي. النهارده قالت له ليه؟ قال لي هو أنت زهقت مني والّا إيه؟ لو شبعت مني وزهقت مني عرّفيني، ولو مش عايزه الموضوع ده يا ريت تقولي لي علشان بس أبقى فاهم. ما تضحكيش عليَّ. قُلت لا والله أبدًا ما فيش أي حاجة من دي، أنا بس عايزة هاشوف خميس عايزني فيه إيه. قال لي ليه هو عايزك في إيه؟ قُلت له ما فيش، عادي تلاقيه عايزني في موضوع ولا حاجة. قال لي وموضوعايه اللي هيعوز منك بالليل؟ قُلت له على فكّره ده جوزي وبعدين ما ينفعش أقول له أي حاجة عشان ما حدش يحس بشيء. قال ليه طيب اوعي تعملي حاجة معايا. قُلت له إيه؟ قال لي باقول لِك اوعي تعملي حاجة معاه، يعني ما تخلّيهوش يلامسك لإني باغيّر عليكِ ومش معقول وهابقى موجود وتروحي في حضن جوزك. وأنا قاعد بصّيت له ساعتها باستغراب، ما كنتش عارفة أعمل إيه بصراحة. أنا كنت باحبه ومش عايزه أعمل كده وعايز أرضيه، بس مش هينفع عقول. لخميس لأ، ساعتها كان ممكن يشك فياو ممكن يحصل أي حاجة، وأنا كنت عايزة هالموضوع يعدي عادي. رحت قالوا له ما تقلقش، كنت متوتره وقلقانه ومش عارفه اعمل إيه. هو كان متعود عليا طول ما أنا في الأوضة اللي كنت بقعد أهزر معاه وأعاكس فيه وأقرب منه، واليوم ده ما عملتش أي حاجة من دي، ودي الغلطه اللي أنا عملتها واللي بسببها هاني كان مركز معايا قوي وكان دماغه ناشفه معايا ومش عايزني أبدا أسيبه. بس أنا طبعا خلعت منه علشان خاطر أروح لخميس علشان ما يحصلش مشكله. لكن للأسف لما رحت الخميس وبدأت أقعد معاه كان صوته طالق، وطبعا مع السكوت ليل والعيال نايمين هاني كان بيراقبني أصلا وبيسنن أب واطلع من الأوضة، وكان مركز عايز يعرف أنا بعمل إيه. ولما فعلا لقينا مع بعض زي ما هو كان فاهم وشاكك، الدم ضرب في نفوخه لأنه كان بيغير عليا. أم ساعتها ولقيته فتح الباب عليا أنا وهو وإحنا مع بعض، فتح عليا الباب أنا وخميس وإحنا مع بعض، ولما شافنا مع بعض انهار وفضل يزعق ويصرخ. وساعتها كان ماسك في إيده سكينها جايبها من المطبخ وقعد يقول لي أنت بتخونيني إزاي؟ تخونيني مع الراجل ده إزاي؟ أبقى قاعد في أوضة وأنت معاه في الأوضة هلسانية؟ بتضحكي عليا مفكراني مش هعرف ومش هحس؟ فضل يزعق وكان منهار جدا ومتضايق من يوفي عز زعيقه. طبعا ساعتها خميس بص له باستغراب وكان عنده ذهول مش طبيعي، ما كانش مصدق اللي هو شايفه بعينيه، وقعد يقول ليه دي صاحبتك؟ هو ده صاحبتك؟ ايه اللي انت عمله قلتيه ده؟ انت ازاي كده؟ ولسه ما كملش كلمتين يا دوبك ولقيت ساعتها هني عمال يضرب فيه لحد ما وقع وطب ساكت. منظره خلاني افهم ان هو خلاص مات، وبصيت لهاني باستغراب وقلت له ايه اللي انت عملته ده؟ قال ليه زعلان علشان ولا ايه؟ قلت له لا بس هنعمل ايه دلوقتي؟ فيه ايه اللي انت عملته ده؟ انت اتجننت. قال لي ايوه اتجننت اللي ما لقيتك في حضنه. انا قلت لك ما تخليهوش يلمسك، وانتي ضحكتي عليا وسبتيني مرمي في لوضه، وجيتي له وقلت له انا عملت كده علشان ما يحسش بحاجه، علشان موضوعنا ما يكتشفه ونفضل مع بعض كده. قال لي والله على العموم خلينا بس نخلص منه دلوقتي وبعدين نشوف الموضوع ده. وقعدت أفكر أعمل فيه هعمل فيه إيه. افتكرت موضوع المخازن اللي هو مسؤول عنها، وقلت له علشان خاطر نخلص من القصة دي ورجلينا ما تجيش فيها، احنا لازم نديها هناك ونرميها عند المخازن اللي هو مسؤول عنها بتاعه التربيه والتعليم. قال لي زي قلت له هو باي طريقه اصرف، وساعتها هيبانان أي حد يعني كان بيهجم عليه ولا حاج هوان، الموضوع كله مش تبعنا وبعيد عننا، لازم يلاقوه مرمي هناك. قال لي خلاص لفينا فيبطانية، وراح جاب الميكروباص من مكان اللي هو بيركن فيه وجاه علشان ياخده. وطبعا أنا نزلت معاه علشان أوريه المكان بالتحديد. حاولنا نعمل كل حاجة بسرعة عشان ما حدش يحسبينا بسرعة وفي نفس الوقت من غير صوت وفي هدوء. وبعد ما رحنا للمخازن لقينا غفره هناك، فما كانش ينفع أبدا إن احنا نرميها قدامها. قعدنا نلف لحد ما هو اقترح عليا يرميه في حته ما يبقاش مكشوف يعني وما حدش يشوفه ولا حد يحس بيه. وعملت كده فعلا ورجعت على البيت على طول. قعدنا مع بعض شويه اللي كان خلاص النهار قرب يطلع، وقلت له يستنى لما أودي العيال المدرسة، وبعد كده ودعته وقضيت شوية معاه وطلبت منه إن هو لازم يمشي، وإن أنا هقول للولاد خلاص أنا أنت صلحت جوزك وراجعوا بقى على اعتبار إنه هو صاحبتي. كنت زعلانه جدا وقتها، مش على فكره جوزي بس على هاني أكتر. وبعد كده ماشي فعلا زي ما اتفقنا، بس كان كل شوية بيكلمني في التليفون يطمن عليا. ولما الولاد جم من برا قال لي إنه يعني أكيد الناس هتكتشف موضوع جوزي ده وأكيد هيعرفوا مكانه،
حتى لو بعد كده هو فكر إن الموضوع هيطول. يعني قال لي أهم حاجة من ما يجيلك خبره إن انت تقعدي تصوتي وتعيطي وتمثلي الانهيار، عايز يبان عليكي الموضوع ده ان انت زعلان وقلقانه. قلت له حاضر ما تقلقش. حسن كويس وابتدوا ولادي يقولوا ليه هو بابا ما جاش دلوقتي ليه؟ اقول لهم عادي يا حبايبي، ما هو بيتاخر ساعات ما فيش مشكله، لحد اما ناموا وصاحوا ثاني يوم، وتاني يوم بقى كان قلقانين قوي على باباهم، وانا بصراحه ملحقتش حتى ابلغ عليه لان هم اكتشفوه بسرعه عكس ما أنا كنت متوقعه ومستنيه. واتفاجئت فعلا إن هم عرفوا الموضوع ده بدري، وأول ما جو يبلغوني إن هم لقوا جزء لجوزي ولقوا بطاقته وحاجته معاه، انهارت وفضلت أعيط وصوت، بس بطريقة مبالغ فيها شوية، يعني بطريقة أوفر. ما أعرفش إزاي خدوا بالهم. أنا نسوتي وعيطي ده مش طبيعي، يعني ما صدقوني بمعنى الأصح بإني انهارت بشكل هستيريجوزي بقى، وعشر عمري كلها ماتوا مقتول. يا ترى مين اللي قتل ومين اللي عمل فيه كده هبس النيابه بقى. والمباحث اهتموا جدا بيا وركزوا معايا قوي لدرجه ان هم جابوا كل حاجه خاصه بموبايلي، رسائل اتصال واتساب كالحاجه، وشافوا الرسائل اللي كانت بيني وبين هاني، وعرفوا طبعا ان انا وهو ورا الموضوع. لان كان في رساله منهم وهو بيوصي امثله الدور كويس، وانا رديت عليه وقلت له ما تقلقش همثل كويس. مع طبعا التتبع وكل حاجه لقيت نفسي في يوم وليله مقبوض عليا متهمه في قضيه قتل جوزي. لما الموضوع ده حصل ما جاش في بالي أبدا إن في حد هيكتشف اللي أنا عملته، ولا حد هيحس بينا. حتى لما كان هاني بيوصيني إن أنا أقلق وأعيط ما كنتش قلقانه ولا متوتره ولا كنت خايفه من أي حاجة. كان قلبي فعلا ميت وجامد زي ما كان هاني بيقولي. كنت مفكره الموضوع هيعدي عادي وما حدش هياخد باله، علشان كده لما اقبضه عليا قلت بس خلاص، خصوصا لما قدروا يجيبوا هاني وهو كمان اتقبض عليه، ما بقاش عندي اصلا قدره ان انا اخبي حاجه. حسيت ان انا خلاص انتهيت، ومهما اعمل ولا اقولها خلاص هيعرفوا كل حاجه زي ما اعرفوا دي. وطبعا بتضييق معانا في الكلام اعترفنا احنا الاتنين وحكينا كل القصه دي من اولها لاخرها. كانت رجال المباحث بتتعجن جدا من تصرفاتي ومن موقفي، فكروا ان انا اعمل كده واجيب راجل وادخله على جوزي وفي بيتي واعمل معاه علاقه اكتر من شهر واحنا قاعدين في بيت واحد. كانت فكره مجنونه ما تطلعش غير من واحد وست شيطان وزيي، وهم ده كان رايهم فيا بالظبط. والصراحه عندهم حق، انا مش عارفه انا عملت كل ده ازاي لغيت تفكيري وعقلي وبقى عندي قلب ميت بالشكل ده ان اتصرف كل ده بطريقه عادي هجدا ما بقاش قلقانه ولا خايفه ولا متوتره. الضابط كان بيقول لي طب وجوز كبطيبته دي ما صعبش عليكي؟ ما قلتيش ده ما يستاهلش ان انا اخونه ولا اخدعه ولا اجرحه اعمل فيه حاجه وحشه؟ طب ليه ما اطلقتيه؟ طب عيالك طيب وطيب سؤال وسؤال. بصراحه انا ما سالتش نفسي ولا سؤال من دول، وكان كل همي وقت الموضوع ده ان انا ازاي اعمل علاجه مع هاني، ازاي اجرب الاحساس ده معه واتمتع وابسط وبس. يعني كنت بفكر في شهوتي مش اكتر من كده. احساسي بالحب ناحيته خلاني الغي عقلي وتفكيري بشكل غريب، بس ده طبعا كان ممكن ما يحصلش لو انا ما كنتش بالقلب الجامد والجاحد ده. وفي النهاية اتحكم عليانا وهاني بالإعدام، واعتقد لو كان في حاجة أكبر من الإعدام كان زمانهم حكموا علينا بيها. ودي كانت قصتي ودي كانت حكايتي ونصيحتي بقى لاي ست بتسمعني علشان ما توصلش للمرحلة اللي أنا وصلت لها. وحتى لو راجل أقفل باب الفتن من الأول، يعني لو حسيت إن أنت بتكذب أو بتكذب لحد غير مرتكاو غير جوزك، لازم تفصلي فورا، لازم تبعتي، لازم تبلك كل حاجة غلط من بدايتها. لأن انت بعد كده بتنجر في ورا مشاعرك وما بتفكريش أصلا، ودماغك بتبقى شبه ملغيه. فانت بقى وانت في البداية وانت لسه بوعيك وقفي كلدو بلكي أي علاقة في بدايتها هتخش في إطار من الإطار ده، علشان نهايتها مستحيل تبقى كويسة ومستحيل تبقى سليمة. وبس كده وبكده بكون وصلت معاكم لنهاية قصتنا النهاردة. هبتمنى من كل قلبي قصوا النهاردة تكون عجبتكم وتكونوا شفتوا فيها العظة والعبرها اللي أنا أقصدها فعلا. ولو كملت معايا القصة لحد هنا ما تنساش تشاركني برايك تحت في التعليقات، لأنه أكيد يهمني اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. ويا ريت لو تعمل شير أصحابك وحبايبك عشان هم كمان يتابعوا معانا قصتنا النهاردة. ولو مش حابب تشاركنا بأي شيء مش مشكلة، بس ما تنساش تذكر الله وتصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.